ودلوقتي جه ميعادكم مع سفير المكفوفين مع مؤمن مصطفى ورودينا سعد. سفير المكفوفين، رمضان كريم. نتعلم نتغير نتطور. نتعلم نتغير نتطور. أهلا بيكم وأولى حلقات سفير المكفوفين. في البداية كل سنة وكل الأمة الإسلامية والعربية والشعب المصري بخير. رمضان كريم أعداء الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. سفير المكفوفين، إيه فكرة سفير المكفوفين؟ إحنا قاصدين إن إحنا نوصل رسالة إن أنت مش بتمثل نفسك بس، أنت سفير في بيتك، أنت سفير في جامعتك، أنت سفير في شغلك، أنت سفير في كل مكان أنت موجود فيه. في سفير المكفوفين هتشوفوا معانا نماذج ممكن المجتمع يتخيل إنها ما تقدرش تنجح في مجالات معينة، ولكن الحقيقة النماذج دي نجحت بالفعل. هكون معاكم في رحلة سفير المكفوفين مؤمن مصطفى، وهتشاركني الرحلة زميلتي رودينا سعد. يا رودينا، ازيك؟ ازيك يا مؤمن؟ اهلا بيك. طبعا في البداية كل سنة وانتي طيبة. وانت طيب يا مؤمن، وحقيقي انا مبسوطه قوي ان انا هشارك معاك في تقديم برنامج متميز زي ده، وان شاء الله نقدر نوصل بقى الرساله اللي احنا نتمنى ان احنا نوصلها ان شاء الله. أكيد طبعا. انت زميلتي في لجنة الميديا ومعايا من بداية تحضيرنا لرحلة سفير المكفوفين. احكي لي بقى، كان ايه شعورك واحنا بنحضر للتجربة الجميلة دي؟ وكلمينا شوية عن سفير المكفوفين. انا بالنسبه لي سفير المكفوفين هو وسيله ان احنا نقدر نوصل بيها المجتمع بشكل عملي انه كف البصر مش اعاقه، بالمعنى انه هيقدروا يعملوا حاجات البيزك مثلا. لا يا جماعة، احنا بشر عاديين، لينا مواهب عادي، لينا هوايات ونقدر ننميها، نقدر نوصل لحاجات مش هنقول ما حدش وصلها قبل كده، بس الناس طبيعية بتوصلها. ممكن فعلا ما حدش وصل لها، بس ممكن يكون حد وصل واحنا كمان وصلنا، اللي هو احنا زيكم عادي. فأتمنى بس ان احنا في الآخر نقدر نوصل الرسالة دي ان شاء الله. ان شاء الله ده فعلا اللي احنا بنتمناه. عايز اقول كمان ان في سفير مكفوفين، وباكد تاني، هتلاقوا معانا نماذج تعبت بجد لحد ما وصلت لحلمها، ولحد ما حققت نجاح كبير. ممكن تلاقوني في حلقات انا موجود معاكم، وفي حلقات تانية هتلاقوا رودينا لوحدها، وفي حلقات هتلاقونا مع بعض. يعني هتلاقوا تجربة مختلفة احنا واثقين انها ان شاء الله هتعجبكم. طيب رودينا، احنا معانا بقى مين النهارده اول سفيره للمكفوفين؟ احنا سفيرتنا النهاردة هي حد متميز جدا، وهي متميزة بهوايتها اللي مش ناس كتير بتتكلم عنها، ويمكن مش ناس كتير بتفكر قوي انها تمارسها. هي الفروسية. وخلينا نرحب بقى بإسراء النجار. إسراء بدأت هواية الفروسية من 5 سنين، بدأت تمارسها. حصلت على بطولات كتير. في الأول كانت ودية، لكن هي ما وقفتش عند النقطة دي، وبدأت تطور من نفسها لحد ما حصلت كمان على بطولات رسمية. فخلينا نرحب مع بعض بإسراء النجار. أهلا بيكي يا إسراء. اهلا بك. حقيقي انتي نورتينا النهاردة، مبسوطين جدا ان انتي معانا. اهلا وسهلا بيكم، ابو الشرف ليا ان انا معاكم النهارده، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. كلمينا بقى أكتر عن نفسك كده، احنا عايزين نسمع منك انتي أكتر. انا اسمي اسراء نجار. عندي دلوقتي 25 سنه. انا متخرجه من كليه ألسن قسم ايطالي. انا بدات الفروسيه من 5 سنين. اول مره، يعني قبل ما ابدا يعني فكره حتى الفروسيه، انا كنت من وانا صغيره نفسي اجرب ان انا اركب حصان. مهم. حاجه عايزه اجربها ما جربتهاش قبل كده. قعدت ادور كتير جدا لحد ما لقيت مكان جنب البيت عندي هنا بيمرن اصلا فروسيه، اكاديميه فروسيه. فروحت عشان اجرب بس ان انا اركب وانزل. طبعا اول ما روحت اتخضيت من الحصان، ولان انا لما دخلت عليه كده بتحسي بكيانه قدامك كبير، حجمه كبير اوكي. فوق ما انت ما تتصوري خالص من تخيلاتك ان هو حصان وبالكلام كده وبس. مهم. فبعدين لما قالوا لي هنركب، قلت لهم لا، طب ما يخلينا مرة تانية بقى كده. فقالوا لي لا، طب جربي وما تخافيش وكده. كان الكابتن اللي انا كابتن حاتم هو الكابتن بتاعي، هو كان موجود مهم. ساعتها. قال لي ما تقلقيش وبتاع. قلت لهم طيب بصوا، انا هركب بس ما المسوش علشان انا خايفة منه. المهم ركبت. اول ما ركبت بس بدأت امشي بالحصان كده، حسيت بفرحة يعني سعادة رهيبة. انه يعني ما كنتش اتصور ان انا هبقى مبسوطه كده وانا راكبه، واحساس جديد جدا يعني. تحفة. حلوه قوي.
طبعا مهم. انا يعني قبل ما انا اركب حصان وكده، انا يعني كان اهلي كانوا مانعين ان انا اعمل اي رياضات ولا امارس اي حاجه. طبعا خوف عليكي انك تجربي حاجه جديده، لا ازاي هتعمليها ازاي اصلا يعني. مهم. لما ركبت الحصان حسيت ان انا يعني أو يعني حاجه اول مره اجربها، مش حاسه ان انا متأيده اللي هو عشان موضوع ان انا نظري ومش شايفه وبتاع، لا عادي يعني الموضوع سهل جدا. لما جربته حسيت بالاحساس ده. مهم. بعد ما نزلت بالظبط تاني يوم رحت ركبت تاني. تمام. الموضوع تحول من خوف لحب بمجرد ما ركبتي الحصان. ازاي بقى الموضوع كمان تطور معاكي بقى لهواية وقررتي انك تمارسي اللعبة؟ ما هو انت لما بتحب حاجة هتستمر فيها. هو ده اللي حصل مم. معايا في الاول، يعني من يعني تحولت من حب لهواية، وبعدين بقى خلاص بقت هي كل حياتي تقريبا يعني. انا كنت في سنة تالتة في الكلية، كنت اول مرة اروح اجرب اركب وكده. يعني كل ما الاقي نفسي فاضية لازم اروح، لان الحاجة الوحيدة اللي كانت فعلا بتطلعني من المود اللي انا فيه وبتخليني يعني بتغنيني عن اي حاجة اي خروجة. لا انا عايزة اروح واركب وخلاص. لحد ما خلصت بقى وتفرغت للفروسية. الموضوع طبعا بدأ ان هو يتطور عشان انت بقى يعني بدأت ان انا انتظم في التمارين. جه الكابتن طبعا لاني بروح كتير جدا. هو الاول كان عارف اللي هو هركب وانزل وخلاص وامشي، هركب وانزل وخلاص وامشي. كنت بس ان انا متعلمة خطوات الحصان اللي هم اول حاجة ان الحصان ماشي ووك، دي اول خطوة ليه. وبعدين لما بيبدأ يمد شوية اسمها تروت. وبعدين الكانتر اللي هي بيجري بسرعة بقى علشان ايه اخر يعني سرعة ليه. تمام، دي اللي هي السرعة اللي احنا بننط عليها. مم. بعد ما اتعلمتهم الكابتن بقى اللي هو يعني خلاص اتقنتهم وكده قال لي طيب ايه رايك، عرض عليا قال لي ايه رايك ان احنا نبدا ننط. طبعا اتخضيت في الاول نفس خضة اللي هو اول ما شفت الحصان وبتاع. بعدين قلت له طيب ماشي تمام. فقال لي راح جالي وشرح لي الموضوع يبقى عامل ازاي. جاب لي التليفون بتاعه كده وقال لي اللي هو ده الحصان، ووراني اللي هو الحصان التكنيك بتاعه بيبقى عامل ازاي. انتوا بتجري 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 وبتيجي بتعدي 3 خطوات للحصان. وبعدين آه، الحصان بيرفع رجليه لقدام. تمام، فبيعدي الحاجز اللي هو بيبقى عبارة عن زي اكس كده. تمام. مهم. مم. وبعدين هو انا تمام ان انا عمالة اشرح انتي الكلام زي ده ولا الفل. ايه؟ زي الفل والله. حلو جدا. طيب تمام، تلاقيش. أصل حاسة ان انا ديتيلز قوي. لا 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 خالص، ده احنا بس مستمتعين يعني، عشان جدا. كده مش قاطع. ما انا يعني يعني عايزه اوصل لاي حد بيسمعني يبقى متخيل معايا الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. 3 خطوات للحصان. تمام، التالتة دي اللي هو بيطلع برجليه لقدام بعدين بيروح بيعدي الاكس. تمام. واحنا بنعمل حاجه اسمها فولو. الفولو ده اللي انت بتروح موطي كده اكنك بتركع شويه كده. تمام، عشان تبقى انت ظهرك مع ظهر الحصان. وبعدين بيبدأ ينزل بقى ايه على الارض برجليه اللي قدام بعدين اللي ورا. تمام، هو ايه يعني وصفها لي بالشكل ده. بعدين قلت له طيب تمام ماشي بس انا قلقانه. قال لي طيب خلاص انا مسك الحصان معايا من عند بقه كده ماشي، وجري بجنب مني بيه. هو ماسكه قال لي طمني انا ماسك الحصان ما تقلقيش خالص. مهم. جري 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 وبعدين نط معايا والحصان بينط. تمام. مم. طبعا انا ما صدقتش ان انا نطيت. طبعا كنت فرحانه اللي هو ايه ده انا عملتها. دي بسيطه جدا بالنسبه لي يعني بعد ما عملتها. طبعا الواحد لما بيجرب حاجه قبل ما يجربها بيبقى فاكر الموضوع كبير ويعني تصوراته كبيره قوي. لما بتجربها بتلاقي ان هي لا يعني الموضوع سهل جدا. مهم. بس قال لي بقى اعمليها بعد كده. عملتها بكل سهوله الحمد لله. بعدين قعدت بقى فتره اتمرن عليها وبعدين بدأنا ان احنا بقى نعلي. يعني انا دلوقتي وصلت مثلا بنط 80 سنتي 90 سنتي وجربت نطيت المتر تحفة قبل ما كده. شاء الله. ما شاء اه الله، هايل هايل. اه قعدت بقى فترة ان انا دخلت بطولات ودية ان انا احنا عندنا اسمه كورس. الكورس ده بيبقى 8 سدود. مهم. فان انت بوصل الاول نطيت يعني 1 2 3 4 لحد ما وصلت ل8 فانا كده خلاص مؤهلة ان انا ادخل بطولة بشكل رسمي يعني. طيب خلينا قبل ما نتكلم دخل. عن أول بطولة ليكي. انتي كنتي قلتي انتي طورتي موهبتك، بدأتي تنطي بالحصان، بدأتي اللي هو فاهمة اللي هو مش مجرد انتي بتمشي أو كده. فانتي كده كان في نطاق ان دي كانت
ستيل هواية، فاهمة قصدي؟ فانتي كان ايه امم احساسك بقى لما اللي هو ايه ده، انا هدخل بطولة بقى، الموضوع هيبقى بجد بقى، مش تبقى مجرد انها هواية، هتبقى بطولة. فكنتي حاسة بايه وقتها؟ كنتي اللي هو الفكرة دي حد شجعك عليها، ولا انتي اللي هو لا انا مش عايزة تبقى مجرد هواية، انا عايزة ادخل بقى مسابقات واثبت ان انا جامدة وكده؟ فاحكي لنا بصي بقى عن هقولك احساسك. هقولك هو طبعا الموضوع في الاول كان ليه رهبه شويه من مهم. كل اللي حوالين مني، يعني مثلا من بابا وماما، واللي هو لا اللي هو ازاي وبتاع، طبعا بيبقى في خوف رهيب عليك، يعني الخوف دوت يعني اكيد راح مثلا اكيد. من قريب جدا، اللي هو كان حد قريب اللي هو لا ما تعمليش اللي انت بتعمليه ده. مهم. بعدين هو الكابتن كان بيشجعني جدا، وكانت اول بطوله ليا اتصل بيا قال لي اسراء انت عندك بطوله بكره، من غير سابق انذار كده. قلت اصلا. له ازاي ومش عارف فاجئني بطريقه اللي هو طب لا طب مش عارفه ايه. قال لي لا خلاص الفرصه طلعت في عربيه الخيل وخلاص راحت البطوله. قلت له طيب تمام ماشي وكده. دخلت اول بطوله ليا دي، كان احساس طبعا ما انساهوش ابدا. كلمه قلتها للكابتن وانا على الباب، قلت له انا هبهرك، يعني كلمه لا عمري ما حلو، لا هنساها لا، وطلعت ثقة مني. تحفة. تمام. اه مع اني كنت مرعوبه من الكلمه دي قليله. قلت له هبهرك والله. دخلت يعني عملت كلير وطلعت. طبعا الناس كلها ما كانتش مصدقه واللي هو ازاي اصلا وكده. مهم. فطبعا انا لما لقيت اعجاب الناس، فده عارفه اللي هو انت لو قلقانه سنه كده اداكي ثقه بنفسك اكتر. اكيد. بس ومع تشجيع الناس وكده، وساعتها بقى بابا وماما اللي هو حسوا ان هو بفخر بنتنا بتعمل حاجه بقى وكده. طب هروح معاكي بما ان جبنا سيرة بابا وماما عن دور بقى الاهل، دور الاسرة في تشجيعك وفي متابعة تمارينك. كلمينا عن الدور والمجهود اللي بيبذلوه معاكي. طبعا هما بيبذلوا مجهود كبير جدا، يعني ماما او بابا بيجوا معايا كل مره بروح فيها التمرين. بالاخص ماما يعني بتقعد معايا الوقت كله، يعني مثلا انا عم بروح واتمرن واخلص وبتاع، يعني اكتر من ساعه ونص ساعتين هي بتفضل قاعده معايا متابعه معايا. بدات ان هي تشجعني. لو خايفه تقولي لا انت يعني هتعمليها ان شاء الله. وتشجيعهم طبعا ده فرق معايا جدا، يعني انت تشجيع اهلك دوت يعني حاجه سبيشال كده، اللي هو تديك دفعه، يعني حاجه مميزه لوحدها كده. إسراء احكي لنا عن إنجازاتك بقى في رياضة الفروسية لحد دلوقتي. وانا بالنسبه لي الموضوع اتطور من ان انا كنت بقيت بطلع كلير في البطولات اللي انا بشارك فيها. ولقيت ان انا اخر السيزون ان انا مركزي ال 29. فطبعا دي حاجه بسطتني جدا، ان انا من وسط كان 100 وشويه ان انا طالعه ال 29. فانا بالنسبه لي ده انجاز في حد ذاته. أكيد. وطبعا كل بطولة بشارك فيها بتكرم من الاتحاد المصري للفروسية. مم. فدي بالنسبة لي ان انا كمان بطلع كلير، يعني ما بعملش ولا غلطة. تحفة فدي يا حاجة إسراء. بالنسبة لي يعني حلوة قوي. سفير المكفوفين، رمضان كريم. طيب إسراء، يعني انتي تفتكري كده انه انتي كان في مثلا فرصة معينة انتي كنتي حاسة ان هي دي اللي انتي كنتي متعلقة بيها ايموشنال؟ يعني عارفة انا بشوف قوي في المسلسلات والافلام اللي هو مم. ان لما بنت بتركب بالذات البنات، مش عارفة ليه، بس لما بنت بتركب حصان اللي هو تبقى دايما عندها اتاتشمنت لواحد فيهم معين، فاهمة؟ فتروحي بقى تتكلمي مم. معاها، تبقوا صحاب الجو ده. فحسيتي بحاجة زي كده او مريتي بحاجة زي كده؟ الفرصة بتاعتي دلوقتي اسمها سندريلا. انا قبل نايس. منها كنت بركب الله، لا حلو قوي الاسم. اه تحفة. كنت بركب الاول البلاك بيوتي، دي كانت اول فرصة انا ركبتها. كانت برضو فعلا زي ما انت ما بتقولي كده، انت يعني الكمان اللي وصلني للي انا فيه دوت حبي للفرصة اللي انا بركبها. يعني مهم. انا عايزه اروح التمرين عشان عايزه اروح اشوفها، عشان عايزه اروح اقعد معاها، عشان عايزه اروح يعني ابقى معاها. بصي يعني حاجه تانية خالص، يعني بعيدا عن اي كائن حي تاني، لا هم كائنات جميله جدا يعني معبره جدا وبتوصلك حبها. بصي انت مش شايفاها بس حبها واصلك، يعني تيجي تحط راسها عليكي. عارفه اللي هو انا لو زعلانه ولا كده هم بيحسوا بيكي. تيجي عارفه تحفة. تفضل معاكي كده لحد والله، يعني لحد ما تطلعك من اللي انت فيه. دلوقتي انا بركب سندريلا دي، يعني
بصي روحي روحي يعني مش قادرة اقولك يعني. لا حاجة تانية خالص يعني. وبعدين بتحبك جدا، بتحبيني انا جدا. ومثلا لو انا راكباها وهقع بتلحقني. أم، واو. لا حب كده هي اللي الفرصة بتلحقك بتاعتي. يعني، مش بتحتاجي ان اه حد لا يجي يعني، مثلا هو لا يعني هقول يساعدك. لك يعني مثلا ممكن اكون هقع او كعبلت في حاجه فهي تحاول ان هي تلحقك. لو انا وقعت طبعا ده مم. بيبقى وارد عادي يعني. مهم. آم، لا لا، انا لازم اقف بتبقى بجد هنا عند الجمله دي يعني. فعلا يعني انت مثلا ممكن تتعرضي لموقف او حاجه، هي فعلا بتحاول انها تلحقك، بتحس اه بتحس بيكي وبتحاول انها فعلا تنقذك من الخطر. اه حتى مثلا انا لو وقعت كذا مره، مثلا وقعت تحت منها ما بتتحركش لحد ما اقوم انا. او مره وقعت راحت نطه من فوق مني عشان ما تاذينيش. اه سبحان الله، فعلا الحيوان بيحس بصاحبه يعني. فدي ابسط جمله اقدر اقولها يعني. انتي محظوظة يا إسراء بالمواقف الحلوة دي. اه والله يعني الحمد لله. يعني عايزه اقول لك ان انا كمان جربت ركبت حصانه كتير قوي وفرش كتير يعني. جربت كتير يعني اكتر، 5 6 7 كتير. لحد ما انا ركبت سندريلا بالصدفه اصلا برضو. لقيتها لا يعني هي مستجيبه معايا وبتسمع كلامي و... وقبل ما يحصل عارفه اللي هو يبقى يعني نبقى عارفين بعض. مم. لا هي شخصية. هم طبعا ليهم شخصيات يعني مثلا زي الكلاب والقطط وكده. هم ليهم شخصيات، في العندي، في الطيبة، في الشريرة، في يعني لا هي يعني هي طيبة وبتحب يعني اللي بتتعامل معاها. ما بتنساش حد. عارفة لو واحد مهم. يعني مثلا حد اكلتيها مرة خلاص لا هي عرفتك. وهي كائنات ذكية جدا يعني فعلا ما بتنساش حد. طيب بما ان بقى احنا في رمضان، وكل سنه وانت طيبه مره تانية، وانت وطبعا طيب. كل متابعي يقول فور بلايند طيبين وبخير. نظام التمرين ايه بقى في رمضان؟ نظام التمرين بيبقى بعد الفطار يعني. بنفطر يعني بعد صلاة العشاء بصلي العشاء وبروح التمرين. طبيعة التمرين برضو بيبقى نفس عدد الساعات عادي؟ طب النظام الغذائي نفسه يعني بتتعاملي ازاي؟ وطبعا يعني مش هتكلم بقى، احنا في رمضان حلويات فطار عصاير. انا بحب السوبيا جدا على فكرة اه الناس تبقى عارفة. وانا بتحبي ايه كمان. دايما من العصاير في رمضان؟ لا الصوبيا كده كده ده طب يعني. طب لا، في حد بيحب السوبيا زيي، ودي حاجة رائعة. وانت بقى اسراء بتحبي ايه من العصاير؟ مش عارف صح اسأل اصلا بطل رياضية السؤال ده ولا دي جريمة يعني، بس لا لا خلينا عادي. نسأل. اهم حاجة بالنسبة لي السكريات عشان يعني واحد يبقى فايق كده ومركز. بحب الصوبيا يعني والكركديه. وانا برضو الكركديه بحبه جدا. طب هنا برضو يعني انت برضو قلتي لي جمله، يعني انا عارف ان البطل الرياضي هو المفروض بيمشي على نظام غذائي معين، ما ينفعش سكريات كتير. ده برضو في لعبه الفروسيه ولا الموضوع ما بيفرقش؟ لا هو اهم حاجة ان انت بس تكون مهتم باكلك، تاكل حاجات مفيدة، مهتم بجسمك ولياقتك يعني. حتى كمان حاجة ان انا اول ما بدأت اتمرن فروسية نزلت جيم معاه عشان يبقى عندي لياقة. لان انت لما تقعد فترة طويلة انت عمرك ما اتمرنت اي حاجة خالص، ما عندكش لياقة تماما. فنزلت معاه جيم وكده وكنت بظبط يعني مع الجيم اكلي وكده. ف ساعدني كتير جدا في الفروسية وظبط لي جسمي يعني. انا اول ما م. بدأت الفروسية اصلا خسيت 10 كيلو. يا بختك، دي حاجه يعني اه حلوه جدا. لان يعني عايزه اقول لك ان رياضه الفروسيه انت بس اول ما بتركبي على الحصان ده بيحرك كل عضلات جسمك. انت بتحركي كل حاجه. فانت حرفيا يعني بتمرني جسمك كله. بس طبعا عشان توصلي للحته دي انا زي ما قلت ان انا نزلت جيم في الاول عشان انا بس ايه تبقى فيه لياقه شويه للعضلات بتاعه الجسم. ان هي تبقى مستجيبه ان انت جسمك يبقى مرن مع الحصان، مش ان يبقى عضلاتك متيبسه يعني. تمام. في شائعة كده منتشرة انه الفروسية هي عبارة بس عن انك بتقعدي على الحصان وهو بقى بيعمل كل حاجة، يعني مفيش اي افرت من الحد اللي راكب. فقولي لنا بقى الموضوع ده صح غلط، اي كلام، اي قولي لنا كده. طبعا الكلام ده غلط جدا. لان كمان انا الكومنت ده بيجي لي كتير جدا اللي هو انت بتعملي ايه اصلا؟ انت يا دوبك بتقعدي على ظهر الحصان هو بيعمل كل حاجه، هو بينط لوحده. طبعا يعني انا مره اصلا جربتها وصورتها يعني فيديو اللي هو قعدت على ظهر الحصان اللي هو طب يلا بقى هي ما مشيتش من مكانها ليه؟
انت دلوقتي فارس بتدي الاوردرز بتاعك للحصان. طبعا يعني انا همثلها لكم بحاجه بسيطه جدا. هو انت لو فتحت باب العربيه وركبت العربيه هتمشي لوحدها اكيد لا. وهتمشي وتجري وتروح مشاوير وتعمل كل حاجه؟ اكيد لا طبعا. الحصان كذلك نفس الموضوع. زي ما انت مثلا بتتعلم ان انت السواقه، بتتعلم فروسيه، يعني ده مثال. فطبعا ان انت لما تتعلم الفروسيه هتعرف ان انت تمشي الحصان. بان انت بتتعلم الاوردرز اللي هو تمشي بيها الحصان، تتعلمها فهيمشي معاك. انا بالنسبه لي بيبقى الموضوع منقسم لثلاث حاجات. ان انا باخد اوردرز من الكابتن بتاعي وبديه للفرسه. فاحنا ثلاثة مشتركين مع بعض في الموضوع ده. طبعا انا الموضوع مشي معايا اللي هو ازاي كمان، او بعمله ازاي اصلا كمان. انا مثلا ارض التمرين بتاعتنا انا دخلت اتمشيت فيها، خلاص حفظت ابعادها. كل ضلع في الارض ببقى يعني مميزاه بحاجه معينه. فخلاص انا حفظت الارض ابعادها ايه، مع الاوردرز الكابتن بيديهاني بقدر ان انا امشي الفرزه واعمل الكورس كله. تمام. احكي لنا بقى عن الفرق ما بين إسراء المبتدئة في مجال الفروسية وإسراء اللي اتطورت وطورت هوايتها. وطبعا الموضوع اتطور كتير عن الاول. يعني انا الاول الكابتن كان بيديني الاوردرز. الاول احنا الموضوع بيمشي ازاي؟ ان انا الكابتن بيقف معايا آه، بيرسم لي الكورس اللي انا هدخله ده على ايديا، في كف ايدي كده. بيقول لي هنمشي طبعا ابعاد الارض هي الارض بتبقى مستطيله. بيبدا ان هو مثلا احنا عن اي ضلع هدخل منه. يبدا بقى ايه يرسم لي، هنخش يمين هنكمل على طول هنلاقي مثلا ايه اول سد، نمشي ننزل شمال او ننزل يمين او نكمل على طول، وهكذا لحد السد الثامن. فانا لما بيرسموا لي على ايدي كده انا بتخيل اللي هو رسم كروكي كده في دماغي. مع طبعا ان انا ايه بنزل بعد كده اتمشى على رجلي انا وهو. يعني الاول بمشي على رجلي بعد ما بيرسموا لي على ايدي، فخلاص انا كده ببقى خلاص حفظت كل واحد فين، وبعدين بسمعه له تاني. بعدين هو بيدخل انا ما بدخل بالحصان بيدخل يجري جنب مني عند كل سد ويعني يعديه، بس هو بيجري جنب مني ايه على وانا بجري بالحصان. م. فطبعا الموضوع دوت كان بياخد مني وقت كبير جدا. احنا دلوقتي في الفروسيه عشان ان احنا تعدي الثمان سدود دولت انت ليك بس دقيقه 60 ثانيه. تمام. هو م. الفكره ان انت كل ما بتبقى اقل في الثواني بتجيب مركز اول، وكل ما بتبقاش ان انت ما بتجيبش ضربات جزاء ان انت توقع السدود اللي انت بتنطها دي يعني هو ده ضربات جزاء يعني. تمام. فطبعا انا كنت ايه بطلع كلير بس باخد وقت كبير جدا. فقعدنا نفكر طب ايه ممكن ان هو يعني يساعد ان هو الكابتن يقعد يقول لي بطئي بطئي عشان الحق ان انا بجري يعني يبقى جنب مني. جت لنا بقى فكره ان انا اتمرن بالسماعه. م. بدات ان انا دلوقتي الموضوع ده يعني ساعدني كتير جدا وطور مني كتير جدا. ان انا دلوقتي بقى هو واقف في نص الارض بيديني الاوردر، فبقيت بقى بسرع براحتي وده اتطور معايا ان انا بقيت باخد وقت اقل، وده بقى بيخليني ان انا باخد وقت اقل عن الاول. تمام. يعني أفهم من كده إن جزئية السماعة كمان وجزئية الكابتن اللي بيكون جايد ليكي هو بيكون بديل لجزئية الرؤية البصرية، مظبوط؟ مظبوط. اه اللي حضرتك بتقوله ان هو بيعوض موضوع النظر، ان هو بيبقى شايف قدامه الابعاد وبيوصلها لي وانا بنفذها. طيب أنا هروح هنا معاكي النقطة. أنت قلتي في البداية إن الأهل كانوا خايفين عليكي، وطبيعي طبعا بيكون في خوف من الأهل، بس الحقيقة إحنا رسالتنا برضو من فكرة أول فور بلايند يا جماعة التوعية. مفيش مشكلة، خاف على ابنك وكل حاجة، بس يعني احيانا بيبقى الحرص الزياده ده ممكن انه يضر. ولكن هنا برضو هي لعبه، الحقيقه طبيعي ان اي ام او اي اب يخاف على ابنه. يعني انت اول نموذج من المكفوفين في مصر يلعب اللعبه دي، واللعبه دي بطبيعتها بيكون فيها خطوره. لو انا عايز اسراء تطمن الناس عشان لو كفيف حابب يلعب اللعبه. هو طبعا اي حاجه جديده بيبقى ليها رهبه. يعني مش هقول لك مثلا انه يا جماعه ما تخافوش والجو والموضوع بسيط وكده، لا اكيد هيبقى فيه رهبه في الاول.
زي ما حصل معايا. يعني انا شايفه ان هو بتبقى مراحل كده، ستيبس لازم ان كل واحد يعدي عليها علشان آم، يعني بيعدي ليفل هيخش على الليفل اللي بعد منه. فان انا بطمنكم ان الحصان او الكائن اللي هيبقى قدامكم ده ما تخافوش منه. هو كائن كبير جدا بس طيب جدا جدا. اول حاجه ان انت يعني اكسر حاجز الخوف ده. ادخل طبطب عليه، اكله، هات له يعني هات معاك مثلا حاجه حلوه ليه اللي هو جزر او بطاطا او سكر. هو هيحبك. يعني انت هتبقى يعني بدأت تعمل علاقه معاه اللي هو علاقه حب ما بينكم، فهو هيبدأ بقى ان هو يحس بيك ويخاف عليك. ويعني بعد ان انت الحصان هيحبك لما هتبدأ ان انت تتمرن بيه، هيبدأ ان هو يخاف عليك ويساعدك. آم، وطبعا وارد ان انت يعني في حاجة لازم نبقى معترفين بيها، ان انت وارد ان انت تقع. دي حاجة ان انت ما تخافش منها. وقوعك دوت بيبقى ان انت عملت غلطة، فالغلطة دي بيبقى سببها ان انت وقعت. فده بيبقى علام ليك اللي هو انت ما عملت الحاجة الغلط ديت، الحركة الغلط دي فأدت ان انت وقعت. فانت مش هتعملها تاني. فالوقوع ده بالنسبة لي انا كإسراء ان ده يعني من ضمن التعلم من الرياضة. والحقيقه اسراء برضو يعني هو وارد ان اي حد يقع. يعني مش فكره بس انه كفيف. لا، ما هو يعني اي حد ممكن يتصاب او اي حد ممكن يجرى له حاجه طالما الواحد بياخد بالاسباب، وطالما اللعبه فيها الوسائل اللي بتقدم الحمايه والامان، وطالما الواحد بيعمل اللي عليه فخلاص. انت حابب اللعبه، لا جرب. شجع ابنك او شجعي بنتك انه ان هم يخوضوا التجربه، ويا ينجحوا يا ما ينجحوش. كل حاجه فيها فكره التوفيق. مظبوط، عندك حق في كلام اللي حضرتك قلته. طيب إسراء، بعيدا بقى عن البطولات والتمرين وكده، صداقتكم انتي والحصان ازاي بدأت وازاي اتطورت؟ كنتي بتعملي ايه في الأول عشان يعني اللي هو يبقى الموضوع بالنسبة لكم صداقة مش مجرد لعبة؟ هو الموضوع في الاول ان هي طبعا يعني ما كانتش تعرفني ولا انا اعرفها، ما اعرفش شخصيتها وطبعها وكده. بدأت ان انا اللي اقرب منها الاول. بدأت ان انا كل ما اروح لازم اول ما ادخل اجيب لها حاجة حلوة معايا اللي هو بطاطا او جزر او سكر. مهم. واقف اديها لها واسلم عليها. بدأت اعودها ان انا يعني سندريلا من الفرصة اللي ما تحبش حد يلمسها من عند وشها. بدأت ان انا اعودها اللي هو كانت بتتخض، يعني هي من الخيل بتتخض كده، فابدأ ان انا احط ايدي على وشها وطبطب عليها واطمنها. فخلاص مهم. بدأت تتعود عليا. شوية بشوية بدأت ان انا اعودها ان هي اللي تنده عليا. تحفة. الاول كنت مثلا انا اللي اروح لها. بعد كده بدأت ان انا اقف بعيد شوية وافضل واقفة انده عليها او اصفر لها، معوداها بصفرة معينة على نغمة اسمها. اصفر لها مهم. اقول لها سندريلا تروح طلعالي. الاول كانت بتفضل واقفة ساكتة. بعدين مهم. بدأت ان انا مثلا اطلع لها الحاجة الحلوة اللي معايا ليها. بدأت ان هي تنده عليا لحد ما مهم. اتعودت ان انا من وانا بره خالص لسه بس نازلة من باب العربية. يعني تفضل تنده تنده بصوتها، بتفضل تسهل بصوتها، وبايديها تفضل تخبط على الباب لحد ما اروح لها. طيب اسراء، انا هسالك سؤال انت ممكن ما يكونش عندك تفسير ليه، بس انا لازم اساله. انت قلتي كذا جمله. قلتي ان هي لما بتتعرضي انك ممكن تقعي بتحاول تنقذك، وقلتي ان هي بتخبط بايديها علشان تعرفك مكانها وبتنده عليكي. هل هي عارفه ان انت كفيفه؟ بص هقول لك حاجه. يعني انا مثلا انا جربت ركبت اكتر من حصان، ما عملش مم. معايا اللي سندريلا بتعمله معايا. هو انا من وجهة نظري شايفة ان هي هي حاسة بيا وهي اللي بتبادر ان هي تساعدني. هي بتبقى طباع او شخصيات للخيل. يعني في خيل يبقى متفاهم، تحس ان هي بتساعدك وحباكي ومتعاونة معاكي، وفي خيل لأ، عنيدة وتسمعش الكلام وممكن توقعك وممكن يعني تأذيكي. طب عن فانا شايفة الخيل ان بقى هو ان العنيدة انت اللي ما بتسمعش الكلام، انتي اكيد بقى بانك بتطلعي بطولات وكده فاكيد ممكن، او بعيدا حتى عن البطولات، انتي ممكن تعرضي انتي تركبي على اي خيل تانية مش سندريلا حتى. ف مظبوط. يعني هتبقي خايفة ولا خلاص انتي اتعودتي بقى ان اي خيل هركبه همستر الدنيا معايا عادي؟ طبعا بالنسبة لي يعني احب ان انا اجرب حصانة تكون عنيدة. لان دي بقت بالنسبة لي لا حاجة ما بتخوفنيش خالص، لا بالعكس حاجة بتبسطني.
طيب إسراء، انتي قلتي بقى في حصانة عنيدة، في حصانة ممكن توقعك، مش عارف ايه، فلو تفتكري كده ايه أصعب موقف ممكن تكوني تعرضتي له مع حصان أو حتى عامة يعني؟ اصعب موقف بالنسبه لي لان انا كنت مره ركبت حصان قبل ما اركب، ما ان انا اركب سندريلا الفتره مهم. اللي انا كنت بجرب فيها حصانه وكده. ركبت حصان ووقعت كعبل بيا. وقعت انا وهو، الحصان وقعت كعبل ووقع عليا. انا اتخبطت خبطه جامد. نزلت على دماغي. فكانت الوقعه كانت جامده جدا. قعدت اسبوع في البيت مش قادره مهم. اتحرك وكان شبه ارتجاج في المخ يعني. الموضوع طبعا باين ان هو سيء قوي وصعب قوي، بس انا يعني رغم ده كله اول ما خفيت انا رجعت تاني. يعني ما فعلا خفتيش يا اسراء؟ يعني ما خفتيش؟ ما قلتيش مثلا لا انا مش هلعب، لا خلاص مش هكمل؟ الاسره لا مثلا خالص ما قالتلكيش خالص. كفايه؟ طبعا بعد الوقعة دي كان في بقى رفض شديد ان انا اروح كمان مع الخوف اللي كان موجود في الاول. امم. فطبعا كان قعدوا فترة قالوا لي لا انتي مش هتروحي. وقعدت فترة طويلة اللي هو لا طب انا عايزة اروح، طب هجرب، طب انا بقيت كويسة، انا مفيش حاجة. حتى قعدت فترة اللي هو ماما بروح اللي هو انا بروح وهي مش راضية عن اللي انا بعمله ده. ورافضة رفض شديد. وبابا قعد فترة طويلة قعد يقول اللي هو على مسؤوليتك وان جرى لها حاجة انا ماليش دعوة. واللي هو بقى في يعني رفض من عندهم بعد الوقعة دي. ده مش معناه اللي انا بقوله دوت انه ممكن يخوف اي حد يسمع انه لا انا ممكن يجرالي حاجة صعبة او كبيرة. لا هو وارد ان انت تقع، وارد في اي حاجة انت ممكن تعملها، وارد ان انت يعني يحصل لك حاجة تتأذي منها يعني. لا بس دي مش معناها ان انت توقف على اللي انت بتعمله. بالعكس ده يديك حافز ان انت تكمل وتعدي. يعني هي الصعوبات ديت اللي بتقويك على اللي انت بتعمله، فتخليك تكمل وتوصل لحاجة كبيرة جدا بعد كده ان شاء الله. طيب انتي قلتي الفروسية وكلمتينا عنها واحنا بصنا قوي، بس احنا حابين بقى نعرف هوايات كده جنب الفروسية، بتحبي تعملي ايه؟ بعد ما ان انا بدأت في الفروسية وكده بقيت احب ان انا اصور. مم. بدأت ان انا احب اوثق لحظاتي اللي هو مع سندريلا او ان انا وانا راكبة. فبدأت ان انا اصورها ومنتجها وانزلها على السوشيال ميديا. لان انا كمان عايزة اوصل للناس الاحساس بتاعي وحبي للخيل، وان انا كمان انشر الموضوع دوت وان كل الناس تجرب الرياضة الجميلة دي. ده حلو جدا. طيب هنرجع بقى للفروسية مرة تانية. إسراء، أنت أول بنت في مصر تقيدي في اتحاد الفروسية، أول كفيفة تلعبي اللعبة. هل أنت في أرقامك وبطولاتك بتدخلي بتعاملي زي أي لاعبة بتلعب، ولا في تصنيف مكفوفين؟ بشارك في البطولات الرسمية للاتحاد المصري للفروسية يعني. فأنا أول كفيفة بشارك معاهم، وبيبقى بس يعني أنا الوحيدة بيبقى ليه استثناء إن الكابتن بينزل معايا الأرض. يعني دي حاجة أساسا ما ينفعش. فده استثناء مدينهولي إن أنا عشان أقدر إن أنا أشارك معاهم. اوكي، بس البطولات اللي بتدخليها مش بطولات خاصة بذوي الهمم او المكفوفين، هي بطولات عامة للجميع يعني؟ اه البطولات الرسمية للاتحاد المصري للفروسية. تمام. طيب إسراء، على مستوى العالم انتي تعرفي هل في مكفوفين تانيين بيلعبوا رياضة الفروسية برضو؟ هو اللي انا لما دورنا على النت عشان اشوف ترتيبي لقيت مم. 2 تانيين وانا التالتة على العالم. بس الفرق ما بيننا ان هما يعني واحد منهم بيبقى راكب والكابتن راكب معاه نفس الحصان وبينطوا، والحالة التانية اللي هو بيبقى الفارس راكب والكابتن راكب في حصان تاني بيبقى قدام منه ومش ورا منه. مم. لكن انا ببقى راكبة لوحدي وباخد الاوردرز من الكابتن وبنفذها. جميل. يعني احنا كمان مش قدام بطلة مصرية بس، احنا قدام بطلة عالمية. حتى النماذج الموجودة على مستوى العالم من المكفوفين، لا إسراء تخطتهم بإرادتها، إنها بتعمل كل حاجة لوحدها. وده أكيد حاجة تدعو للفخر إن إحنا عندنا بنت وبطلة مصرية بتعمل ده. طيب إسراء، لو في حد مبتدئ من المكفوفين حابب ان هو يمارس الرياضة دي، انتي تنصحيه بإيه؟ انصحه ان هو يدور على المكان اللي هيبقى مناسب ليه علشان يلاقي الحاجات اللي هي تساعده فيه. يعني لو حد حابب ان هو يجي يتمرن احنا مكاننا في العبور.
أكاديمية خيول الفروسية. كابتن بتاعي كابتن حاتم طه. لو حد يعني حابب ان هو يجي يتمرن، احنا مكاننا في العبور. انا مش عارفة في اماكن تانية ولا لأ، بس يعني انا بالنسبة لي اللي هو لما روحت الكابتن حاتم هو اللي رحب بيا وساعدني في التمرين. واحنا كمان بنوجه لكابتن حاتم اكيد تحيه وبنشكره على المجهود اللي بيبذله معاك يا اسراء. واكيد طبعا يا جماعه، لو اي حد محتاج مساعده من اسراء او نصيحه وحابب يتواصل معاها، اكيد هي مش هتتاخر يبعت لنا بس على رسائل صفحتنا قول فور بلايند، واحنا اكيد هنوصله باسراء. طب اسراء، في نهايه حوارنا عايز اسالك حلمك ايه وايه الرساله اللي حابه توجهيها؟ حلمي ان انا اوصل للعالمية والناس كلها تعرفني وتؤمن بان كفيف ان هو يقدر يعمل اي حاجة، وان هو ما يحجموش اللي هو ما دام ان انت شايف من وجهة نظرك انت لو غمضت عينيك مش هتقدر تعملها، لا غيرك الكفيف يقدر يعملها لان هو عنده حواس تانية بيقدر ان هو يوظفها، فيقدر يعمل كل اللي هو عايزه. إسراء، بجد انتي نورتينا النهاردة. يعني احنا بصنا قوي واستمتعنا بتجربتك وبتفاصيل عن تجربتك. احنا فعلا حسينا انه دي رحلة تانية او دنيا تانية كده ممكن ما سمعناش عنها كتير. فبنشكرك جدا انتي كنتي معانا، ويا مؤمن مبسوطة انا قدمت معاك حلقة مميزة زي دي النهاردة. انا كمان مبسوط جدا يا رودينا بالحلقه النهارده. الحقيقه حلقه جميله وكواليسها وتفاصيلها كتير. انا مش عايز الحلقه تخلص، وده اللي انا قلته في المقدمه. هتشوفوا نماذج ممكن المجتمع ما يتخيلش انها تنجح في مجالات معينه زي اسراء. ممكن المجتمع ما يتخيلش ان كفيف او كفيفه يلعبوا فروسيه. لا، طب ازاي؟ طب هيعمل ايه؟ طب هيتصرف ازاي؟ طب هيقع؟ طب مش هيكمل؟ ادي نموذج بتعتمد على نفسها، بتدخل بطولات، بتنجح، بتحقق انجازات الحقيقه ممكن ناس عاديه ما تعملهاش. فهي دي الفكره من سفير المكفوفين. ولسه هتشوفوا في الحلقات الجايه نماذج زي اسراء. واحنا حابين ان يكون معانا في كل حلقه نموذج مختلف ومحقق قصه نجاح مختلفه. مبسوطين جدا انك كنت معانا النهارده، ويا رب تكون الحلقه عجبتك، وكل سنه وانت طيب. طبعا والله انا انبسطت جدا بالحلقة معاكم وان انا حكيت تفاصيل يعتبر تقريبا اول مرة احكيها و... وان انا يعني اوري العالم، اوري الناس كلها تفاصيل الرحلة ديت، لان كان فيها طبعا حاجات كان نفسي ان الناس كلها تعرفها، ان اللي انا وصلت له ده كان فيه مراحل كتير قوي انا عديت بيها. وشكرا، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وانتي طيبة يا إسراء، ومستمعينا ان شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من برنامج سفير المكفوفين. سفير المكفوفين، رمضان كريم. نتعلم، نتغير.